في إحدى أيام فصل الخريف وفي بلدة صغيرة كان هناك منزل مهجور لا يعيش فيه أحد. كان سكان البلدة يقولون أنه مشؤوم ولا أحد يعرف السبب. كانت النوافذ محطمة والأبواب متصدعة، الغرف طالها الغبار وخيوط العنكبوت. وفي يوم من الأيام قرر بعض الشبان الغرباء عن البلدة استكشاف المنزل الملعون رغم تحذيرات سكان البلدة. تقدم الشبان صوب المنزل وقد عقدوا العزم على اكتشاف المنزل ومعرفة مصدر الأصوات المرعبة المنبعثة منه. دخلوا المنزل من بابه الرئيسي ولم ينتبهوا إلى ذلك البهلوان الغريب الذي كان ينتظرهم خلف باب المنزل. دخل الشبان متسلحون بالعزيمة والثقة في النفس رغبة في كسر اللعنة. كان ذلك البهلوان الغريب يصول ويجول أمامهم ولكن لا أحد كان بإمكانه رؤيته. كان الشبان الثلاثة يستكشفون المنزل غرفة غرفة حتى وجدوا غرفة مخفية خلف خزانة كتب. كانت غرفة غامضة ومظلمة بها مرآة. أحسوا بأنهم ليسوا لوحدهم، أن هناك من يراقبهم وربما أن هناك من يزاحمهم نفس الغرفة. شعروا بأن هناك أنفاس أخرى معهم رغم الخوف الشديد. فتش الأبطال الثلاثة في كل زاوية وركن بحثا عن شيء يساعدهم في فك لغز هذا المنزل. ولما كانوا على وشك الاستسلام لاحظوا صورة قديمة على الحائط عليها مفتاح غريب الشكل. فكروا جيدا وتأكدوا أن لهذا المفتاح دور في كشف اللغز. لاحظ أحد أفراد المجموعة أن هناك صندوق غريب الشكل في زاوية الغرفة، فقرروا تجريب المفتاح فيه. ولحسن الحظ كان هناك تطابق بين المفتاح وفتحة الصندوق. وجدوا مجموعة من الوثائق التي تحكي القصة الحقيقة لما حدث في الماضي لهذا المنزل، وهي مذكرات تتحدث عن قصة عائلة كانت تعيش في هذا المنزل قديما وقد تعرض أفرادها لمصير مأساوي. منذ ذلك الحين يتعرض المنزل لأحداث غريبة ومرعبة، حيث يقال أنه مكان يحمل الكثير من الأسرار والأشباح التي تتجول في ظلام الليل. يعود تاريخ المنزل إلى مئات السنين، وكان يعود لعائلة غنية ومرموقة كانت تمتهن السيرك، ولكن مصيرهم كان مأساويا. فقد توفيت الزوجة بعد ولادة ابنهم الوحيد، وتعرض الابن لحادث فظيع عندما كان في سن صغيرة، وتوفي في المنزل بسبب حادثة غامضة. ومنذ ذلك الحين أصبح المنزل مهجورا وتجولت فيه الأشباح والكائنات الخارقة. أما السر الأكبر هو أن المنزل كان يخفي كنزا ضخما، ولكن كان يحرسه شبح الأب الذي كان يلعب دور البهلوان في السيرك. وبعد أن تمكنوا من حل اللغز قرروا العودة إلى الخارج والإعلان عن السر الذي اكتشفوه، ولكن كانت الصدمة. لقد أضاعوا طريق العودة في هذا المنزل الكبير. حل المساء ومعه الظلام دامس. ازدادت حدة الأصوات مما تسبب في هز الأثاث. فجأة سمعوا جوقة من أصوات الأشباح. لا يجب أن تكونوا هنا. كانوا يضحكون ويبكون في نفس الآن وبشكل جنوني. تجمد الشبان في حالة من الرعب عندما ظهر شبح البهلوان بشكله المخيف. اقتربوا بحذر من الشبح. سألهم: لماذا أتيتم إلى هنا؟ شرحوا رغبتهم في كسر اللعنة، ولكن رغبتهم الآن أصبحت هي معرفة طريق الخروج من المنزل فقط. وافق الشبح على المساعدة إذا تعهدوا بعدم إخبار سكان البلدة بما رأوه داخل المنزل. وافق الشبان بسرعة على الطلب وبدون تردد. فجأة وجدوا نفسهم خارج المنزل، فهربوا بعيدا على صوت قهقهات مرتفعة للشبح. هربوا دون الالتفات إلى الوراء، وعزموا على إبقاء المغامرة في طي النسيان خوفا من أن تطاردهم اللعنة وتسكن منازلهم إلى الأبد.